السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البرجر بطريقه حلوه جدا وموفره باذن الله. معايا ربع كيلو من الفول الصويا. ده اول خطوه معانا كده. هنحط عليه ميه دافيه. تمام. علشان هتسيبيه حوالي ربع ساعه كده. يكون بس ايه، الميه شرب هو الميه، وهو الفول الصويا ده بيكتر، الكمية بتاعته بتكتر، ودي اهم حاجة طبعا علشان يعمل معانا كمية حلوة جدا من البرجر. ماشي. بعد طبعا ما خلاص كده زي ما انتوا شايفين انا كده مليت المية على الفول الصويا. هنبدأ طبعا اللي احنا هنسيبه زي ما قلت لك على الرخامة حوالي ربع ساعة. صدقيني، يعني طريقة البرجر دي هتوفر معاكي كتير جدا جدا، وحاجة نظيفة انتي عاملاها في بيتك، عارفة طبعا اللحمة نوعها ايه، وعارفة المكونات وكل حاجة محطوطة فيه. خلاص، ده معايا مقدار من كيلو اللحمة المفرومة زي ما انت شايفة كده. انا بس عشان هما كانوا قطعتين فانا بخليهم ايه يبقوا متجانسين يعني. خلاص. تمام. اول حاجة احط كيس بيكنج باودر. ده بيخلي البرجر يبقى يعني ايه، ما يهبطش كده ويبقى رفيع، لا بيخليه ما شاء الله ايه ينفش كده معاكي. وكمان هنحط بيضة. بيضة واحدة كفاية جدا، ما بحطش اكتر من كده. معايا بقى هنا دي بهارات البرجر. طبعا من توابل بالهنا، انا ما بستخدمش غيرها يعني. هناخد بقى منها كده زي ما انتوا شايفين. على فكرة البهارات دي بيبقى داخلها ملح، فانا مش هحط برضو ايه يعني، مش هحط ملح كتير، لان هي البهارات دي بيبقى فيها ملح عشان ما يبقاش حادق معايا. تمام. يعني هنحط ايه زي ما انتوا شايفين كده، معلقة بس كده ايه، مع البهارات. خلاص. هن ايه هن نعجنهم كده في بعض علشان البهارات مع اللحمة مع المكونات اللي احنا حاطينها يعني ايه يتجانسوا كده مع بعض. تمام. واللحمة كلها تبقى متبلة معانا. ما شاء الله. بصي البهارات البهارات اللي انا بستخدمها دي حلوة جدا 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 ما شاء الله. يعني طعم البرجر تحفة تحفة. ماشي. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صدقيني هتنبهري في نهاية الفيديو من الكمية، وهتوفر معاكي ما شاء الله. يعني ممكن كل شهر تجيب الكمية دي وتعمليها، هتقعد معاكي ما شاء الله. يعني ممكن شهر يعني ايه، تنفع معاكي. وكمان احنا داخل علينا المدارس، ممكن طبعا تنفع مع الاولاد. لو انت مثلا رايحين دروس او كلام من ده، تعملي لهم كده ساندوتش ايه سريع كده. هتبقى يعني ما شاء الله حلو جدا. ماشي. الفول الصويا اهو خلاص كده تمام ما شاء الله. الكمية بتاعته يعني بقت كتير ما شاء الله. خلاص. هنجيب بقى ايه الكبة بتاعتنا. ونبدأ بقى ننزل باللحمة مع الفول الصويا، نفرمهم في الكبة كده مع بعض علشان الفول الصويا يتجانس مع اللحمة كويس. ماشي. الفول الصويا بقى يعني ما بناخدش كده نحطه على طول. يعني بتبداي انك تمسكي كده يعني كميه كده بايديكي وتعصريه كده، علشان لازم تنزلي الميه اللي فيه، علشان انت لو حطيتيه كده البرجر معاكي هيفك. ماشي. عايزه اقول لكم يعني هو ما شاء الله يعني طريقه ما شاء الله. ممكن كمان
لو انت حابه تضاعفي بقى الكميه معاكي، ممكن يعني تضاعفي كميه اللحمه بقى والمقادير وكده. بس زي ما بقولك الكميه الكيلو اللي انا عاملاه ده، هتشوفي في نهايه الفيديو هتنبهري. انا مش هقولك هو هيعمل كام الا لما تشوفيه في نهايه الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص ايه، حطيت عليه شويه من الفول الصويا، وهبدأ اللي انا بالكبة كده ايه، افرم بقى اللحمة مع الفول الصويا. ماشي. بصوا، انا عايزاها تبقى يعني ايه، يعني آه، ناعمة كده، ما تبقاش فيها تكتلات يعني او قطع من الفول الصويا. لا، انا عايزاهم يبقوا متجانسين مع بعض. ماشي. بصوا ما شاء الله. طبعا الكمية بقى كلها بنفس الطريقة. بصي انا عايزاها بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص، الكمية بقى كلها بنفس ذات الطريقة هنعملها ونرجع. بصوا ما شاء الله. بصي ما شاء الله، الكمية تضاعفت ازاي. حلوة جدا جدا، يعني كمية هتبقى كتير جدا معاكي، وهيعمل يعني البرجر هيعمل كتير، يعني ما شاء الله احسن ما هتجيبيه. انت لما هتجيبي العلبة دلوقتي من بره، يعني مثلا اللي هو في اللي هو حلواني الاخوان ده، يعني 8 قطع ممكن حاليا يبقى ب140 150. فيعني لا، ده اوفر بكتير واحلى حاجة انت عاملاها في البيت. بصوا بقى، دي اللي هي بتاعه المكبس بتاع البرجر. فلو انت مش عندك المكبس بتاع البرجر ده، مش مشكلة. اي غطا ان شاء الله يا رب، غطا جبنة نستون، غطا برطمان بتاع البرطمان، غطا البرطماني يعني، يكون حجمه مثلا قد ده كده، وتشتغلي بيه. يعني مش شرط المكبس ده. بتجيبي بقى اللي هي اكياس التخزين، اللي هي الاكياس التخزين اللي احنا بنستخدمها بنحط فيها في الديب فريزر. وبتبداي تقطعيها بالنص كده وتحطيها بقى ايه، وعشان نعمل البرجر. بصي بقى الكميه بقى الكوره كده بتعمليها احجام، يعني حاولي انك تخلي الحجم يبقى حاجه يعني على مستوى واحد، فاهماني؟ بتحطي بقى الكيس وبتحطي البرجر في النص، عشان يبقى من تحت ومن فوق ما يلزقش معاكي. خلاص. بصي بقى ما شاء الله، نغطي كده عليها جامد. ماشي. وتقفلي، بصي وتقفلي الكيس كده. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هعمل طبعا معاكم واحد تاني عشان برضو ايه، تشوفوا يعني ايه الطريقة، طريقة المكبس يعني. وممكن والله زي ما قلت لك، يعني اي حلول من اللي انا قلتها لك هتنفع معاكي جدا. خلاص، هجيب صينية كده عشان ابدأ ان انا ارص فيها الكمية يعني اللي انا هعملها. ماشي. طبعا انتوا كلكم عارفين ان اسعار سندوتشات البرجر بره رهيبة، يعني ما يقلش عن 100 120، مش عارف ايه. لا انتي ما شاء الله، يعني هو الحجم ده مش هيكش اصلا معاكي. وما شاء الله، يعني انت ممكن اصلا، يعني حتى لو انت مثلا عايزه تعملي لهم مثلا يعني عشوة كده، يعني عشاء كده زي مثلا بالليل اكنهم خرجوا مثلا وكلام من ده، هتجيبي نص كيلو ومثلا الفول الصويا، وهتعملي لهم احلى برجر، يعني اوفر بكتير طبعا من بره. ماشي. بصوا انا عملت معاكم اهو واحد تاني اهو. ماشي.
بالشكل ده بالظبط. طبعا انا هخلص الكميه بقى اللي معايا لان الكميه طبعا كتيره، فعشان ما اطولش عليكم وهوريها لكم في نهايه الفيديو. بصوا بقى ما شاء الله، اقول لكم بقى هو عمل قد ايه. عمل 23 قرص من البرجر زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكميه، والشكل بيتحدث عن نفسه. طبعا انا عندي الاطباق دي، هرص بقى فيها. بصي رصي حسب ما انت عايزه يعني، او حسب عدد افراد الاسره مثلا عندك كده يعني. تمام. هنرصه بقى زي ما انتوا شايفين في الاطباق دي. ماشي. ما شاء الله يعني شوفي كميه تضاعفت معاكي، وموفر جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ماشي. بصوا انا رصيت اهو كله اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين يا جماعه حاجه كده عظمه ما شاء الله. بصي غطيهم بقى، غطيهم يعني لو ما عندكيش الاسترتش غطيهم عادي بكياس اللي هي التخزين بتاعه الفريزر دي. اهي زي ما انتوا شايفين كده. انا ما عنديش استرتش فايه، يعني هغلفه بالاكياس واحطه بقى في الديب فريزر عندي، وما شاء الله يطلع يتحمر يبقى زي العسل. تمام. وينفع طبعا معاكي ايام المدارس طبعا زي ما قلتلك، تاخدي القطعة تحمريها تحطيها في العيش بقى الكايزر كده مع شوية صوص الجبنة ما شاء الله. بصوا انا ايه حبيت ان انا يعني ايه اعمل لكم واحدة كده، حمرت واحدة علشان انا عايزة اوريكم شكلها من جوه ما شاء الله مستوية، والله مهاش يعني ما صغرتش قوي ما شاء الله. الحجم زي ما هو، والطعم حكاية والله حكاية. فجربوا باذن الله الطريقه دي هتعجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب.